وايه اللي بيحصل في مصر بالظبط؟ هم هياخدوا ضرايب على موبايلاتنا ولا في ايه؟ الحقيقه ان في قرار مهم جدا اتطبق اليومين دول، فلو انت مصري خصوصا لو مغترب او ليك حد اب اخ قريبك مغترب، فالكلام اللي هيتقال ده يخصك بشكل كبير. اللي حصل ببساطه ان الحكومه قررت انهاء الاعفاء الضريبي والجمركي اللي كان بيسمح للمسافر المغترب انه يدخل معاه موبايل واحد بدون جمارك. القرار ده بالفعل اتطبق رسميا وبقى اجباري ان اي موبايل يدخل مصر يدفع عليه رسوم. زمان يا عزيزي كان اي مسافر يقدر يدخل بموبايل واحد والموبايل يكون معاه معفي من الضرايب. دلوقتي ما بقاش مسموح لك تدخل اي موبايل بدون ما تدفع جمارك حتى لو موبايل واحد. القرار ده اثر بشكل كبير على المغتربين المصريين، ودي النقطة اللي خلت الموضوع كبير جدا وفوق ما انت تتخيل. مصر فيها يا عزيزي وده وفقا للاحصائيات الرسمية حوالي 12 ل 14 مليون مغترب خارج مصر. يعني اخر احصائية خرجت من البنك المركزي حوالين الفلوس اللي بتدفع او بتتبعت من المغتربين خارج مصر لاهاليهم عبر البنوك المصرية قدرت بحوالي 32.8 مليار دولار، وده مؤشر قوي جدا حوالين دعم الاقتصاد المصري بالعملة الصعبة من المغتربين. يعني هنا بنحكي عن شريحة كبيرة من المصريين بتحول فلوس للداخل المصري، علشان بعد اعلان القرار بتاع الاعفاء من الضرائب او انك هتدفع ضرائب حتى على الموبايل اللي انت داخل بيه، يحصل حالة من الجدل الكبيرة حوالين القرار ده، وتطلع اصوات كتيرة على السوشيال ميديا تقول لك طب ما هو زي ما انتوا عملتوا معانا كده وما خلتوناش ندخل حتى بموبايل واحد معفي، احنا مش هنبعت فلوس عن طريق البنك المركزي وهنحول بطرق او باخرى، المهم انتوا مش هتستفيدوا. وده خلى المحللين يقولوا ان القرار مش هيأثر على الجمارك بس، لكن ممكن يأثر بشكل كبير على تحويلات المصريين المغتربين بالخارج. والناس ابتدت تقارن ما بين الشيئين، يعني مثلا لو انت هتستفيد من الجمارك بمليار، فشوف انت هتستفيد من تحويلات المصريين اللي بالخارج دي بكام مليار. كمان المحللين قالوا ان القرار ده مش بس هيأثر على تحويلات المصريين بالخارج، ده كمان هيأثر على السياح او السياحة اللي داخله مصر. السايح يا عزيزي له الحق انه يدخل بموبايله في فترة قصيرة ما يتجاوزهاش واللي تقريبا 90 يوم، لكن لو الإقامة دي او السياحة دي طولت عندك فبقى اجباري عليه يدفع ضريبة على الموبايل اللي معاه. الناس قالت ان القرار ده مش بيمنع السايح انه يجي مصر ولكن بيقيده. النائب المعارض عبد المنعم امام نشر رسالة جات له من احد السياح السعوديين اللي جم مصر، قال ان السايح السعودي ده اشتكى انه في فترة وجوده في مصر طولب بجمارك حوالي 48,000 جنيه من قيمة الموبايل، وانه لما رجع السعودية ما عرفش يستخدم الموبايل بسبب الجمارك اللي على الموبايل ده او بسبب وقف الجمارك للموبايل ده. طيب ليه القرار ده اتاخد من الاصل؟ الحكومة بتقول ان الهدف الاساسي من القرار ده هو تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر ومحاربة تهريب الموبايلات وتنشيط التصنيع المحلي او الصناعة المحلية، خصوصا ان في حوالي 15 مصنع للموبايلات في مصر، وان في شركات كتيرة جدا ابتدت تفتح مصانعها في مصر. ولكن في نفس الوقت ده القرار ده فتح باب جدل واسع جدا على السوشيال ميديا خصوصا مع المغتربين. في النهاية مفيش حد فينا على الاطلاق ضد اقتصاد بلده ولا عايز يوقع اقتصاد البلد دي، بما فيهم المغترب اللي زادت تحويلاتهم بنسبة كبيرة خلال العام المالي 2024-2025. ولكن لو احنا بندور على دعم السوق المحلي فما نضيعش شريحة كبيرة من المغتربين اللي بيدعموا السوق المحلي بالعملة الصعبة. السؤال اللي بيفرض نفسه، هل القرار ده هيغير سلوك تحويلات المصريين او المغتربين لاهاليهم هنا؟ والسؤال الاهم، هل انت مع القرار ده ولا ضده؟ في النهاية ربنا يحفظ مصر واهلها بما فيهم المغتربين، وان شاء الله التحويلات دي ما تتغيرش او ما تتقطعش، وان شاء الله صناع القرار يقدروا يغيروا القرار ده لشيء يبقى لصالح الدولة ولصالح المغترب. بس كده.